بص يا معلم، بيبدأ الفيلم بواحدة اسمها جيسي وبيكونوا اصحابها جايبينها البحر عشان تغير جو وتنسى حبيبها اللي سابها، وبتتكلم معاها صاحبتها سوني وبتقول لها لازم ما تفكرش فيه تاني. وبعدها بيوصل اصحابها وبيعرفوهم انهم هيروحوا جزيرة يقضوا اجازتهم هناك، وبيحصل فلاش باك من اسبوع وبنشوف شخص اسمه هاري بيتكلم مع بنته، وبتكون بتجهز لوح التزلج بتاعها عشان تروح بيه البحر. فبيقول لها هاري تاخد بالها من نفسها، ولما بتوصل البحر بتكون مبسوطة من المنظر خصوصا لما بتشوف الدلافين، وفجأة بتظهر سمكة قرش وبتهاجمها، ولما بتحاول تهرب منها وتروح للوح التزلج بتاعها بترجع سمكة القرش وبتقتلها. وبعد اسبوع بيروح هاري الخفر السواحل وبيقول لهم من ساعة موت بنته محدش اتحرك ولا عمل حاجة، وان المفروض يصطادوا سمكة القرش دي عشان محدش تاني يتأذي. فبيقولوا له ان مش في ايديهم حاجة ولازم منظمات كتير توافق على اللي بيقوله ده، فبيقول لهم ان هو هيتصرف بنفسه وبعدها بيمشي. وبنرجع تاني لجيسي واصحابها وهم بيقابلوا الكابتن والي، وبيكون هو الشخص المسؤول عن رحلة الجزيرة اللي هيقضوا عليها اجازتهم. وفي الوقت ده بيكون هاري حزين جدا على موت بنته، وبيروح يزور اخر مكان شافها فيه وبيكون متأثر جدا. وهنا بتوصل جيسي واصحابها للسفينة وبيتكلموا مع بعض، وبعدها بيتكلم والي مع جيسي وبيحاول يهون عليها حزنها بسبب فراق خطيبها. اما هاري فبيروح لشخص متخصص في اسماك القرش، وبيعرفه ان في سمكة قرش قتلت بنته، وبيوريه صور جثتها عشان يحدد نوعها. فبيقول له ان سمكة القرش دي بتهاجم الناس عشان تتسلى، فبيتضايق هاري ان بنته ماتت بالطريقة دي وبعدها بيمشي. وفي الوقت ده بتكون جيسي مع اصحابها ومستمتعين جدا بوقتهم، وبعدها بيعرفوا انهم هيقضوا الليله دي في البحر وتاني يوم هيروحوا للجزيره. وبيحكي لهم والي عن الجزيره وان فيها دلافين وسلاحف كتيره، فبيتحمسوا كلهم وبيكونوا مبسوطين جدا. وفي نفس الوقت بيكون هاري واخد اسلحه ومتجه للمركب، وهنا بيوقفوا فرد الامن وبيقول له ان ده ممنوع، لكن هاري بيكون مصمم يروح ينتقم من سمكه القرش، وبيقول له محدش عمل حاجه عشان يرجع حق بنته. وبعدها بيسيبهم وبيمشي. وتاني يوم بيكونوا في المركب وقربوا يوصلوا للجزيرة، وبيوريهم والي أسماك القرش وبيقول لهم إنه نوع مسالم مش بيأذي حد. وبعدها بيشوفوا الجزيرة من بعيد وبيعرفوا إنهم وصلوا خلاص، وبيقرروا يستخدموا قارب صغير عشان يوصلوا بيه للجزيرة. وبتركب جيسي وأصحابها القارب عشان يروحوا للجزيرة، وفجأة حاجة بتخبط في القارب بتاعهم وبيكونوا فاكرين ده قرش، لكن بيطلع دولفين صغير بيلعب معاهم، وبيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا. وهناك بتتكلم جيسي مع والي في اللاسلكي وبيقول لها إنه هيفضل في السفينة لتاني يوم عشان ما ينفعش يسيبوا السفينة لوحدها. وبعدها بيوصل ويل السفينة عشان ياخد باقي اصحابهم، وبيحاول واحد فيهم يفتح ازازة بيرة لكنه بيتعور. فبيعرفهم والي ان لو نقطة دم واحدة نزلت في المية هيتجمع حواليهم اسماك قرش كتير، وبيقول لهم ما ينفعش ينزل المية نهائي لحد ما يخف بشكل كامل. وبعدها بنشوف هاري في البحر وبيقابل شوية صيادين، وبيقولوا لهاري ان في سمكة قرش هجمتهم وهم راجعين، وبيعرف منهم مكانها وبيروح يكمل رحلته ليها. وفي الوقت ده بيكونوا وصلوا للجزيرة وبيقضوا وقت جميل هناك، وبتروح جيسي تتكلم مع والي في اللاسلكي وبيبان انها معجبة بيه جدا. وبيكون والي مع مراته في السفينة وبتقع منه حاجة في البحر، فبينزل يجيبها وبتحاول مراته تساعده فبتقع هي كمان، وفجأة بتهجم عليهم سمكة قرش وبتقتلهم. وبيجي تاني يوم وبتروح ايما وطاي للبحر، وبينسى طاي انه متعور في ايده، وبينتشر الدم في البحر، وبتيجي سمكة قرش كبيرة وبتهجم عليهم وبتقتلهم. ولما بتصحى جيسي بتلاقي جهاز لاسلكي تاني موجود على الجزيرة، وبيفهموا ان والي مخبي عليهم ان في حد موجود هنا. وفي الوقت ده بيلاحظوا ان طاي وايما مش موجودين، ولما بيوصل ويل للسفينة بتاع والي بيلاقيها فاضية وما فيهاش حد. وبتروح جيسي مع صاحبتها سوني يدوروا على طاي وايما، ولما بيوصلوا للشط بيلاقوا جثة طاي وبيكتشفوا ان هو مات. فبتقول جيسي لصاحبتها تروح تنده على ويل عشان ياخدوا للسفينة. وفي الوقت ده بيكون ويل راجع للجزيرة مرة تانية، وبتيجي سوني وبتفضل تنادي عليه هي وصاحبتها عشان يرجع بسرعة، لكن فجأة بتظهر له سمكة قرش وبتهاجمه، وبيحاول يدافع عن نفسه لكن بيتقلب بيه القارب وبيقع في المية. وهنا بتقرر صاحبتها تنزل المية عشان تساعد ويل، وفعلا بتقدر توصل لويل، وفي اخر لحظة بتظهر سمكة القرش مرة تانية وبتهجم عليهم. ولما بتحاول سوني تشد الحبل بتقع هي كمان في المية، وبتفضل جيسي تتفرج على اصحابها وهم بيموتوا ومش بيعيش منهم غير ويل. وبتكتشف انه مصاب اصابة خطيرة وبتحاول تساعده وتوقف النزيف، لكن حالته بتكون صعبة جدا. وفي النهاية بيموت ويل وبتفضل لوحدها على الجزيرة، فبتستخدم اللاسلكي وبتحاول توصل لأي حد يساعدها. وهنا بيسمعها هاري وبيسألها عن مكانها، وبيطلب منها تضرب شعلة الإنقاذ عشان يعرف مكانها. وهنا بيعرف هاري مكانها وبيروح لها، ولما بيوصل بتحكي له عن اللي حصل وبتقول له إنها خسرت كل أصحابها بسبب سمكة القرش. وهنا هاري بيكلم خفر
السواحل وبيقول لهم في سمكة قرش قتلت ناس كتير. وهنا بتتكلم جيسي معاه وبتسأله انت بتعمل ايه في البحر وايه الأسلحة دي، فبيحكي لها ان في سمكة قرش قتلت بنته وان هو مش ناوي يرجع غير لما ينتقم منها، فبتعرض عليه تساعده وبيوافق هاري وبيعملوا خطة عشان سمكة القرش تقرب منهم. فبتقول له جيسي انها هتلفت انتباه سمكة القرش عشان تظهر ويقدروا يقتلوها، وبتروح جيسي تنزل المية وبتفضل تسحب سمكة القرش ناحية هاري وبتنجح الخطة وبيقدر هاري يقتلها وبيضربها كذا رصاصة. وبعد شوية بتوصل خفر السواحل وبيساعدوهم عشان يرجعوا، ومن اليوم ده بيتشهر هاري وكل الصحف بتكتب عنه عشان قدر يقتل سمكة القرش. وبيخلص الفيلم على كده.